السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى ايه بفيديو ايه عظمة. عملنا ايه؟ عملنا ترمس وحمص. طب ما هو سهل في العمايل. لا، عندنا بقى السر اللي هيخلي الترمس معاكي ما ياخدش ربع ساعة عندك على النار. وعندي السر التاني هقول لكم عليه بقى فين في نص الفيديو كده ان شاء الله. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف بقى عملنا ايه ترمس ازاي، وازاي خلينا الترمس يستوي معانا في اقل من ربع ساعة، وايه المادة الحافظة اللي احنا هنحطها مع الترمس تخليه يقعد معانا من اكبر فترة ممكنة. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر. اول حاجة ايه؟ وانت بتشتري الترمس، اشتري الترمس الحلو. ما تروحيش تقولي مثلا للراجل اللي انت بتجيبي منه دوت هاتلي كيلو ترمس مر. الترمس المر هيقعد معاكي زيادة عن 4 ايام على ما تعرفي تاكلي منه. انما الترمس الحلو لو عملتيه النهارده مثلا بالليل، بكره بالليل هتعرفي تاكلي منه. اول حاجه مسكت الترمس كده الاول، ايه، طلعتي مثلا فيه لو في اي حاجه كده مش مستحبه طلعتها منها، وغسلته مرتين تلاته كده فين، تحت الميه. وبعد كده قمت جايه شايلاه وهحطه بقى في حله نضيفه. الحله ديت اللي احنا هنحطها فين؟ على النار. دي بقى اللي حابه تحط عليها ميه ساقعه براحتك، حابه تحط عليه ميه مغليه وتحطيها على النار على طول براحتك. انا بصراحه حطيت عليه ميه على طول من الحنفيه. هقول لكم بقى على المكون الوقت اللي هيخلي الحبايه ما شاء الله كبيره وفي نفس الوقت ايه تستوي على طول. نفس الموضوع عملته في الحمص. مسكت الحمص كده، طلعت منه اي حاجه مش مستحبه ومسكته غسلته مرتين تلاتة كده. وهقول لكم بقى هعمل فيه ايه. شايفين انا غسلته كام مره؟ واهم حاجه في الترمس اللي انت تنقعيه في الميه اكبر وقت ممكن. يعني انت مثلا هتعمليه الصبح تنقعيه من بالليل، هتعمليه من بالليل تنقعيه من اول النهار. دوت هيخلي ما شاء الله الحبايه معاكي تبقى كبيره كده وحلوه. بل لما تبقي تاكلي ترمس تلاقيه صغير كده لو ما نقعتهوش كتير في الميه هتلاقي حبايته صغيره قوي. واللي هقول لكم كمان على وصفه تانية حلوه قوي 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 للحمص، بس لما تيجي ان شاء الله وقتها. برضو نفس الموضوع، اللي غسلت الحمص كام مره وحطيت عليه ميه نضيفه وحطيته على النار. بس كده خلاص، الحله دي على النار والحله دي على النار. انا عملت ايه دلوقتي؟ الريم اللي طلع من الحمص والايه والترمس دوت ده اهم حاجه يتشال. ما تقوليش لا ما انا خلاص هشيله في الميه لما اجي اشطف الترمس بعد ما يستوي. لا، لازم تشيليه دلوقتي. دوت هيفرق معاكي قوي قوي. الريم دوت بيطلع بقى ايه؟ المراره اللي في الترمس، اي ريحه اي حاجه مش مستحبه بتطلع. قوم جايه ماسكه الترمس والحمص بعد ما خلاص اتسلق، بقوم جايه حاطاه في ميه ساقعه. انا لسه ما قلتلكوش السر اللي هيخلي الترمس دوت يقعد معاكي ربع ساعه على النار. مش يقعد معاكي بقى ساعه ساعتين، لا، هنحط نص معلقه سكر، نص معلقه سكر وقت السليق. الترمس معاكي ما شاء الله نص معلقه سكر صغيره. احنا مش هنحط معلقه سكر كبيره، لا، نص معلقه سكر صغيره هنا وهنا. وخلاص على كده هتلاقيه ما شاء الله معاكي استوى على طول. مش هياخد معاكي وقت، لان في اوقات ترمس بتجيبيه من عند مثلا العطار او السوبر ماركت بيبقى ترمس ما تفهميش ما بيستويش اصلا. واهم حاجه لما تجيبي الترمس يبقى كله من عند واحد، من عند بقال واحد. ما تجيبش نص كيلو من هنا ونص كيلو من هنا، لا، عشان يبقى كله سوا واحد. خلاص اهوت كنت طلعته بقى من على النار وحطيت الميه السخنه شلتها، حطيت عليه شويه ميه بقى ايه من الحنفيه. يعني ما تحطوش ميه ساقعه بقى وكده، لا، هي ميه من الحنفيه. اهم حاجه عشان الترمس يقعد معاكي اكبر فتره ممكنه، احنا مش خلاص عملنا الترمس هنحطه في التلاجة، لا، احنا هنحط عليه الملح ونحط عليه شويه شطه صغيرين وشويه كمون ونسيبه على الرخامه زي ما هو. طب ليه؟ عشان الملح دوت يعتق طعم ايه الترمس. وفي نفس الوقت الملح دوت اصلا ماده حافظه. لو حطيناه من على طول كده في التلاجة، لا، هتحس الترمس مش واخد الطعم بتاع الملح كده لا، هتحس ان تاكلي الترمس كده ملوش، يعني ملوش اي مزازه ولا ليه اي طعم. بس كده. يعني انت اهم حاجه بعد ما تعملي الترمس وتحطي عليه الملح بتاعه، تقوم جايه سايباه مثلا من بالليل للصبح على الرخامه، تغطيه باي حاجه كده بسيطه من على الوش عشان بس لو في اي حاجه يعني ما تقفش عليه. بس خلاص. يبقى احنا استفدنا ايه من الفيديو بتاع النهارده؟ السكر بيتحط وقت السليق، الريم لازم يتشال، معلقه الملح على الترمس ونسيبه يسيبه على الرخامه لتاني يوم، بعد كده بنحطه في التلاجة. معلقه الملح بتبقى ماده حافظه وفي نفس الوقت بتعتق طعم الترمس، تاكل الترمس كده ملوش طعم. انا خلاص اصلا حاطه الملح على الترمس اصلا ايه، ملحه كويس. في ناس بقى بيحبوا ايه؟ الدقه دي صراحه انا بحبها قوي. يعني بحب اغرق الترمس كده. الدقه ديت حطيت عليها معلقتين ملح صغيرين، حطيت عليها شويه كمون وشويه شطه واهم حاجه عصره الليمون. تاكلي ترمس بقى كده مشطشط وفي نفس الوقت مزز.
بجد يعني هيعجبكم. وان شاء الله بقى هنستناكم في فيديو جديد وحاجات بقى ايه كتيره حلوه قوي. استنوا الفيديو المنتظر ده هيعجبكم قوي. ان شاء الله هنزل بقى بقيه المشتريات بتاعه مليكه. إيه ان شاء الله الفيديو بتاعها هيعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. وعايزاكم تقولوا لي العيد هيبقى امتى. ناس كتير بيقولوا الوقفه خلاص، الوقفه الخميس، وناس كتير بتقول لا الوقفه الجمعه. انا استصلاح يعني انا حاسه، الله اعلم. حاسه ان العيد هيبقى السبت، الله اعلم، بس يعني مش عارفه هو احساس، الله اعلم هيبقى صح ولا لا. عموما كل سنه وانتم طيبين. الوصفه بقى التانية اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، الحمص. اللي احنا مثلا الحمص خلاص اهوت، احنا خلاص زهقنا منه اكله بقى كده، لا وخلاص اللي خلاص مش عايزين ناكل حمص كده وبقى عندنا كميه نسيبها او نرميها، لا ده احنا هنعمل بقى طبق حمص بالبيض والطحينه. هتاكلي طبق بيض بالحمص ملوش حل. الحمص اهوت بقى عندنا هنمسكه نهرسه قوي ونحط عليه معلقه زيت حار، معلقه طحينه، شويه زيت عاديين، شويه ملح وفلفل وشويه كمون خفاف كده، ونقلبهم كويس، ونكون سالقين بيض ونجيبه ونقطعه ونحطه عليه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلينا كلنا، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.